مبدئيا يعني معلش لو في خبط ورزع في جيراننا فوق بيخبطوا وبيرزعوا وبتاع، بس هما كلمتين محشورين لازم يتقالوا الصراحه. طيب مش عارف ابدا منين، مش عارف ابدا منين. ارجع للفيديو اللي فات اللي لسه عامله امبارح، قلت لك الغلطات بتاع كوتيفوار، لان كوتيفوار هجوميا اقوى من السنغال، ولكن السنغال دفاعيا اقوى بكتير. واللي حصل النهارده اهو. لا كوتيفوار غلطت نفس الغلطات بتاعت لا السنغال غلطت نفس غلطات كوتيفوار، ولا السنغال كانت متلجلجه في الماتش زي ما انت قعدت تصدر للناس في الاعلانات والاعلام. خايفين، دول خايفين مننا. ده كان رد حسام حسن لما سالوه على الحركه بتاعت السنغال اللي هو بيحطوا ايديهم في جيبهم واسمه ايه بيعملوا ان انت يعني ايه اتحطيت في جيبك وبتاع، محطوط في جيبهم وكده. قال لك ده انا مبسوط، انا كنت هعقلق لو ما عملوش كده، كنت هبقى قلقان لو ما عملوش كده. ده خوف، هم خايفين. ايه رايك في الخوف يا كابتن حسام؟ ايه رايك في الخوف؟ انت ما عملتش اي حاجه، انت ما عملتش اي حاجه، انت ما عملتش اي حاجه، انت ما عملتش اي حاجه. مفيش هجمه، مفيش حاجه خالص. الوكسه اللي كانت موجوده في منتخب مصر قبل ماتش كوتيفوار هي نفس الوكسه اللي كملت معاك ماتش بعد ماتش كوتيفوار، وكأن ماتش كوتيفوار ده حد تاني او مدير فني تاني جه مسك الفرقه ساعتها واختفى. ما تقعدش تقول لي ما هو نزل بنفس التشكيل، هو نزل بنفس التشكيل ولكن مش نفس طريقه اللعب تماما. انت نازل خايف، فلا بتهاجم ولا بتطلع بالكوره ولا بتعمل باصات غلط كتير كتير فشخ، باصات غلط بشكل عبيط، ومفيش هجمه متنظمه. صدقته بقى كل واحد قال لي على فكره ده مش شغله ومش شغله. شفت الفرق بين ماتش كوتيفوار لما اشتغل بجد وما بين ماتش السنغال لما نزل خايف ورجع ورا الكوره بشكل بشع بشع، وهم اللي معاهم كل حاجه معاهم وانت بتتفرج عارف، وما تضحكش على نفسك. انت بتتفرج ال90 دقيقه عارف كويس ان السنغال هتجيب جون، باينه قوي باينه قوي، باين انت هتبلع جون، يعني هتبلع جون، الموضوع باين فشخ. ولبست الجون كده كده، لو ما كان جاتش جد دلوقتي كان هيجي في الاكسترا تايم، بس انت ما كنتش هتوصل ضربات جزاء، ما تضحكش على نفسك. وده يودينا للكوسه، الكوسه اللي ماشيه بيها اختيارات حسام حسن. فين مصطفى شوبير؟ انا بص انا ههدى خالص. انت شفت الجول اللي جه في الشناوي؟ نفس الشناوي رجع تاني بقى مش مادد ايدي، انا مش مادد يا شو هالعيب يا جماعه، انا ما مادد ايدي، انا مش همد ايدي، هذا لما مد ايدي اوف الكوره سخنه تاني، وبطء في رد الفعل وحاجه صعبه، حاجه صعبه. خلي الكوسه طبيل خلي مشي الكوسه، مشي. ده انت هتروح تطلع من مجموعات من كاس العالم وافتكر كلامي. خلي الكوسه شغاله، ولما يرجع النادي الاهلي وقفوه تاني لما يرجع النادي الاهلي، خلوه هو الاساسي. عايز اكسر الشاشه دي كده، خلوه هو اللي يقف اساسي. هكملوا بقى القرف، قرف كملوا قرف. كمل يا كابتن حسام، دافع كمان يا اسطى، دافع كمان واركن الاتوبيس، وانت ما عندكش فكره هجوميه خالص. ده ياكد ان الماتش اللي فات وده كان مدير فني تاني اللي مسك الفرقه. فين تحضيرك وفين اللعب وفين الكوره اللي رايح جاي؟ عمال تطفش ومسبس في نص الملعب، ومفيش كوره متنظمه ولا هجمه منظمه، مفيش اي حاجه. ده معنى كده هتيجي تقول لي طب معنى كده بقى اللي حصل في ماتش كوتيفوار صدفه؟ الثلاث اجوان كده اللي جم فيك كان رزق، اللي انت جبتهم كده رزق. ما تضحكش على نفسك، بس طريقه لعبك ان انت كنت بتضغط، عشان كده جالك رزق انك تجيب اجوان. فاهم حاجه؟ يعني هي حاجه بتجيب حاجه. انت ضغطت في نص ملعب كوتيفوار، ضغطتهم، كنت بتضغط عليهم وبتقطع الكوره، فبالتالي انت تترجم ده لاهداف. عكس ماتش السنغال
انت سايب لهم كل حاجه. بص يا معلم، اعمل ما بدالك في الملعب وانا هعمل كده، وراجل زقني بقى، راجل جيب فيها جول. اهو راجل وجاب فيك جول، وكان باين طول الماتش انه هيجيب فيك جول. خليك بنفس الفكر، هو خليك محمد صلاح. ما هو انا مش هلعب على فكره انت اسطوره والكره تجيلك قدام الجون فانا بخلص. ما ينفعش الكلام ده، ما ينفع. انت عايز بص مع احترامنا لكل الناس، خلينا محترمين مع كل الناس، كل الناس حلوين وكل الناس خدوا بوس مع احترامنا للناس كلها، تمام؟ اتكلم بالعقل وبالمنطق وبالمخ. محمد صلاح ماشي لما بيجي له كره ميته او كره قدام الجون ولا بتاع بيفنشها سيتي، ماشي، خليني معاك. ما هو مضيع برده واحده قدام بنين في الاخر، ما بظهرش لامام عاشور ولا منه جابها، تمام؟ النهارده اتفرج عليه النهارده، ده محمد صلاح النسخه العاديه بتاعت البطوله اللي بادئ بيها اصلا الموسم من ليفربول. شوف لا عارف يعدي ولا عارف يجري ولا بيجري اصلا ولا بيدافع ولا بيهاجم ولا بيعمل اي حاجه. ايه مرموش تايه لوحده، هيعمل ايه الراجل؟ مرموش سريع وكويس وحلو والخطه دي ملائمه ليه، بس لما تضغط وتقطع كوره وتبصي له كوره صح. امام عاشور طبعا لوحده في كل الهيصه دي لوحده. ليه؟ لان الضغط اللي كان بيضغطه حمدي فتحي ومروان في نص الملعب معاه الماتش اللي فات، انهم يبازوا له الكوره هو يبقى مستلم من حته صغيره يبدا يطلع بيها، والكلام ده كله ما حصلش، هم مركونين ورا. فامام لوحده، انت اتفرج، ده انا لو اجيب لك صور من ماتش هم قاعدين عباره عن كام؟ 5 قدامهم 2، 7 ورا و2 هنا وواحد في النص تايه. ده المنظر بتاعك النهارده ضد السنغال. حسام حسن نزل الماتش خايف. سيبك من التحضير وسيبك من الجو ده كله، هو نازل خايف. ماتش بنين القرف اللي انت قدمته ده قدمته لان حسام حسن كان بيفكر في ماتش كوتيفوار، ولكن كان محضر له كويس ونازل بروح وعايز يضغط ويلعب وبتاع. قدام السنغال هو نازل خايف وباصص ان هو عايز يكسبهم باي طريقه ممكنه، بلانتيات بقى، مش بلانتيات اجلي فوتبول، زفت فوتبول، المهم ان انا اوصل للنهائي وبعد كده بقى ابقى اشوف هعمل ايه. انت ده طريقه لعبك عامه، ده اللي انت عملته عامه، كوسه في البتنجان في اي زفت. قول لي تريزيجيه النهارده عمل ايه لما نزل؟ ولا شيء. كرة زيزو اللي في الاخر دي ازاي فاول؟ انا ما اعرفش كرة زيزو بتاعت الاخر دي ازاي فاول. دي كانت المفروض تبقى جول للمنتخب مصر دي، بس هو حسبها فاول من لا شيء. انا ما هو فاول. فخلي بقى نفس القناعات، نفس اللي عمله ساوث جيت مع منتخب انجلترا، نفس ال11 عملوا زفت في انديتهم، اشتغلوا كويس، هم هيلعبوا اساسي لغايه ما كانوا هم السبب في اقالته. خليك كده كابتن حسام، نفس القناعات اللي انت مقتنع بيها دي هتطلعك، هتمشيك برضو، هتمشي. بعد ما كنا على امل ان انت تكون مدرب اسطوره لمنتخب مصر، هتمشي عادي. المره دي وصلت نص نهائي مع في كاس العالم تبقى احسن وتقدم اداء احسن، تتعلم بقى من القرف اللي حصل في البطوله دي، فتبدا تدي فرصه لناس افضل. صلاح ده يبدا رجليه تتسحب من المنتخب ده شويه، فتبدا تدي نفس للمنتخب، تبدا تعتمد على ناس زي محمود صابر والناس اللي انت بتقعد تجيبها كل شويه دي. خلاص كفايه بقى، واسماء كتير مش 1 ولا 2 يا جماعه. يعني تريزيجيه ده خلاص كده، صلاح ده خلاص كده، مصطفى فتحي ده خلاص كده، حمدي فتحي مع احترامي ليه هو يقعد دكه ما يلعبش اساسي. هو ماتش واحد لعبه كويس اللي هو بتاع جنوب افريقيا، بعد كده والماتش بتاع كوتيفوار، وشويه لا، شويه يضغط، شويه لا. ولازم تدي ناس اصغر من كده، لازم تدي حلول احسن، لازم نص الملعب يكون فيه كوره. اكتشف لعيبه يا كابتن حسام يا راجل. ده انت لما كنت ماسك المصري كانت سياستك واضحه. اول حاجه خالص لو تفتكروا
مش عارف 2014 ولا 2015 حاجه كده. لكن ما كانت سياسته واضحه مع المصري اول ما مسك المصري، ان هو يجيب لعيبه محدش عارفها من الدرجه الثانيه والدرجه الثالثه ويبدا يسوقهم ويلعب بيهم ويعمل بيهم كره. لما المصري كان هيهبط، المصري قعد سنتين ورا بعض كان هيهبط، وكان بدا الدنيا تبوظ معاه. ما هو مين اللي عمل اسم حسام حسن ومين اللي عمل له اسم علي ماهر؟ ما هو النادي المصري. وكانت سياسته كانت حلوه جدا وطلع لعيبه كويسه وبقى نجوم بعد كده. لكن ايه انت بتعمل ايه يا معلم؟ يا عم ماشي، هنقول ان انت اتضغطت الفتره اللي فاتت دي، تمام، هنقول انت اتضغطت الفتره اللي فاتت دي وعشان كان في تصفيات كاس عالم وتصفيات افريقيا، وبعد كده لعبت افريقيا، هتلحم في كاس العالم. هي بقى المشكله، انت عايز تروح بالفرقه دي كاس عالم؟ هي مش قصه كده، هي قصه ان انت اللعيبه دي هتديك ماتش مش هتديك 3. من الاخر انت محتاج تقعد مع نفسك ومع الجهاز الفني. هتقول لي طب ما احنا كده بقى نمشيه بقى، عشان ده احنا كده كاس العالم هتبقى بزراميط بقى. اكتر قرار غلط ممكن تعمله في حياتك. بعد كاس العالم شوف هتعمل ايه، قبل كاس العالم ما ينفعش. ما تقعدش تقول لي دي الخامه اللي عنده. ده مدرب منتخب مصر يا حبيبي يا بابا يا قلبي، ده مدرب منتخب مصر، وظيفته اكتشاف لعيبه للمنتخب يا حبيبي يا بابا، مش وظيفه الانديه انه يكتشف. وظيفه الانديه دي يا عم ان الانديه كلها فاسده، تمام، بتطلع ناشئين بالكوسه. حلو، اتحاد الكره المفروض دي انديه كلها جماهيريه، الاهلي والزمالك والانديه دي المفروض اتحاد الكره يصرف يحط عليهم قرارات صارمه ان الناشئين اللي يطلعوا لازم بمعايير معينه وبشكل معين. بس اتحاد الكره مش في دماغه، مش عايز يشتغل. اهو منصب انا ماسكه كهانه ابو ريده وخلاص. لكن اداء حاجه ما انت بتشوفها ما مش موجود يا عم، كلهم ما بيشتغلوش. انت كمدرب منتخب مصر وظيفتك انك تشوف درجه تانية ودرجه تالتة ودرجه 10 وهو وتنزل تدور في الشارع وتعمل كل ما بدالك. انت ما بتلعبش غير ماتش ولا ماتشين كل كام شهر. انك تطلع لعيبه للمنتخب وانك تتفق مع الانديه على نظام يعملوه وتطبق طرق اللعب وتوحد طرق اللعب مع الانديه. قصص المفروض تتعمل، بس انت يا راجل مش فاضي للكلام ده. ده اتحاد كوره فاضي للكلام ده. وانا ما اقدرش الوم على حسام حسن في اي حاجه، لانه جه في وقت مضغوط لازم يكسب باي شكل من الاشكال، فما تقدرش تلوم على حسام حسن في حاجه. انا اللي بتكلم فيه ده المفروض يتعمل بعد كاس العالم، عشان ما حدش يفهم كلامي غلط ويفتكر ان انا بتكلم ان حسام حسن ما عملش الكلام ده قبل كده. ولو ان كان المفروض يكتشف لعيبه، ده كيروش جه من في ساعتها تك قام مطلع لعيبه، تمام. هتقول لي طلع مين يعني؟ اقول لك عمر كمال، هقول لك محمد عبد المنعم، هقول لك هو اللي اكتشف ان محمد شريف وقفشه دول ما ينفعوش يلعبوا في منتخب مصر، وهقول لك وهقول لك اسمه ايه التاني ده، كان مين تاني، مروان حمدي، ان انت اللي انت قعدت تتريق عليه. اهو انت دلوقتي النهارده كنت محتاجه مع الاجسام اللي عامله كده دي بدنيا، انت كنت مش عارف تعمل حاجه معاهم خالص. كان هينفعك بما انك عمال تطفش الكوره، كان المفروض كان هو هيطلع يجيبها ويرميها الوينج من الوينجين يعملوا هجمه. لازلت متفائل بالمنتخب، ولازلت عندي امل ان انت تعمل حاجه. سيبك من الماتش الثالث والرابع بتاع افريقيا ده، وسيبك من العبط ده كله. انا كله عندي واحد طالما ما وصلتش النهائي خلاص. ان انت تعمل حاجه في كاس العالم، على الاقل خالص تعدي دور المجموعات، وبعد دور المجموعات تشوف هتعمل ايه. وبعد كده والفتره دي بقى بعد اذن اتحاد الكوره، لو سمحت يا استاذ يا مهندس يا محترم يا استاذ هاني ابو ريده، بعد اذنك انت اسمك رئيس الاتحاد المصري لكرة الفحم. ده اللي انت ده كل وظيفه دلوقتي. عايزينها بقى تبقى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم. هو انا صغير كنت بقرا الفحم ده بجد مش بهزر يعني. كانت لما كرة القدم اللي مكتوب على الشعار كان الدال متنيه كده شويه، والقدم القاف كانت النقطتين لازقين في بعض. فكان فكنت بقرا ايه هي بقرا فعلا.
وكنت اقرا كره القدم كره الفحم. ما علينا ما علينا. بعد اذنك يا استاذ، بعد اذنك يا استاذ هنا ابو ريده، يا باش مهندس هنا ابو ريده، لو سمحت لو سمحت بعد اذنك من فضلك، من فضلك خطط للكره المصريه. احنا مش بص احنا مش هنستفيد حاجه بمشيانك او باعدانك، مش دي المشكله. احنا لا بنفكر لا تمشي ولا تقعد، مش ده الفرق. الفرق معانا يعني ما اللي هيجي بعد منك هيعمل نفس الكلام. ما هو انت مشيت 2019، جه بعد منك احمد مجاهد عمل ايه؟ ولا اي حاجه، ولا اي حاجه. ولا مش فاكر كان مجاهد ولا كان مين اللي جه بعد منه التاني ابو شنب ده. ما علينا، ما هو مش فارق، مش فاكر الاسماء لانها كلها خربانه. انا اللي بتكلم عليه ان انت دلوقتي اللي ماسك الكرسي وقاعد عليه، وده انت ماسك منصب محترم في الفيفا، المفروض تساعد المنتخب ده انه يبقى احسن، تجيب لنا خطط من بره تنفذها على ارض الواقع. والاستاذ اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه باين قوي ان هو بيحاول يساعد ويعمل اللي عليه، محاول يعمل اللي عليه ساعه ازمه القمه، وحاليا بيحاول يعمل اللي عليه في التدعيمات بتاعه الانديه، وحاول تحل المشاكل سواء بتاعه الزمالك او الاسماعيلي او الانديه الجماهيريه. بيحاول، بس لازم انت كاتحاد كوره ولازم كانديه تساعده. بصوا احنا حطينا ايدينا في ايد بعض، المنتخب ده هيبقى في حته ثانيه. هتفضلوا تمشوا بنفس المبدا وبنفس المنظر، هنفضل في نفس الدوامه دي مدى الحياه، مش هنخلص منها. لو عايزين التامنه تيجي، لو عايزين نعمل حاجه وانجاز تاريخي لمنتخب عربي شبه ما عملته، شبه اللي عمله منتخب المغرب السنه في كاس العالم اللي فات، يبقى انت محتاج ان انت تهتم بالكوره وتهتم باللعيبه. وعلى فكره هتجيب لك فلوس كويسه جدا. ما هي الاهلي والزمالك دول والانديه الجماهيريه دي كلها ايه؟ ما هي كلها انديه دوله، يعني كلها بتاعه الدوله، فلوسها فلوس الدوله. يعني انت المستفيد، انت المستفيد في الاول وفي الاخر، ما فيش حد تاني مستفيد. الناس بتشجع وانت اللي بتستفيد. شعبيه الاهلي بتزيد، ضرايب بتعلى، ففلوس بتخش الدوله زياده، انت المستفيد. عملت حاجه تطلع بيها ناشئين كويسين فتبيعهم بره باسعار مهوله، ما هو ده دخل للدوله، هيبقى زيه زي السياحه بعد كده. فكر صح، فكر صح، خطط صح، ومش هتصرف حاجه من معاك. ما كلها الانديه كده كده هي اللي بتصرف، وهتبقى التدعيمات من الدوله حاجه بسيطه خالص. وعلى فكره انا متاكد ان الدكتور اشرف صبحي مش هيمانع حاجه زي كده، بالعكس ده هيبقى موافق على حاجه زي كده، علشان هو هيبقى يعني عايز ان الموضوع دي كلها تكبر، فالموضوع ده يبقى فالدوله تبقى افضل، فانت يبقى فاتطورت في الرياضه وبقيت احسن، بعيدا بقى عن مجد شخصي لاي حد. يعني بعيدا عن دي، فكك من المجد الشخصي لاي حد، وان كفايه ان يتكتب ان في عهدك مصر رجعت في الرياده ككره القدم مره تانية. سيبك من دي، انا بتكلم على ان انت كهنا ابو ريده وكاشرف صبحي عرفتوا ترجعوا مصر تاني للكوره بقوتها مره تانية. لا مش بتكلم على كده يا جماعه، انا بتكلم على فكره ان انت سيبك من الحاجات من الاسامي وان ده هيبقى مجد شخصي للناس. لا احنا بنتكلم ان انت تقوم البلد كرويا، تبقى في مشاريع وتبقى في حاجات كويسه تطلع لعيبه. انت يا راجل، ده انت عندك مليون لعيب، ده انت لو نزلت اي ملعب عندنا، اي ملعب هتلاقي فيه عيال بتلعب احسن من لعيبه الدوري المصري كلها. يعني لو خدت 5 من اي ملعب خماسي يكسبوا 11 من اي فرقه في الدوري المصري. ولا انا بتكلم غلط؟ عامه يعني انتوا حرين، دي مناصبكم وده شغلكم وهتتحاسبوا عليه يوم القيامه، فانتوا حرين وربنا يسترها علينا. كان نفسي الصراحه، بس قدر الله ما شاء فعل. يعني على حسب شغلك انت بتاخد، على حسب نيتك انت هتلاقي. لكن فكرة ان انت لا بتشتغل وعايز الموضوع يمشي بالرزق، ما هو ربنا ما يعني ربنا هيرزقك مرة واثنين وثلاثة. لو ربنا اراد انه يعديك ويرزقك هيعديك من ازمتك وهيرزقك. بس لو ربنا ما ارادش ان هو يرزقك، فما تقعدش تقول طب ما انا كنت نفسي، ما كان نفسك اشتغل عشان ما تلومش نفسك. اشتغل عشان ما تلومش نفسك، والباقي بايد ربنا مش بايدك. ربنا كده كده لو انت حتى ما اشتغلتش وعايز يعديك من حاجه هيعديك، ولكن احنا بنتكلم على ان انت تعمل اللي عليك انت كشخص. احنا كديننا كمسلمين ناخده بالاسباب،
ما تبقاش انت مبلط في الخط وما بتعملش حاجه خالص، ولا تكتيك ولا شغل ولا ناشئين ولا فرقه ولا اي حاجه، وفي الاخر وعايز ربنا يكرمك. طب تشتغل يا حبيبي وتعمل اللي عليك. عامه الحمد لله على كل حال. السلام عليكم.